السلام عليكم ورحمة الله. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا حبايبي. فيديو جديد ويا رب يعجبكم. النهاردة هنعمل البسكوت مع بعضينا كده، حاجة كده ايه تحفة، وان شاء الله هيعجبكم. تمام، فاتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى تدعموا القناة باشتراك ولايك وكومنت ايجابي. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. خطوات سهلة كده ان شاء الله بإذن الله علينا، ويسيرة وبسيطة كده وايه، ونشوفها واحدة واحدة. يعني اللي بيحبوا الحاجة بالكوباية يقولي هنا، اللي بيحبوا يتفرجوا على افلام ابيض واسود يقولي برضو. ليه ابيض واسود اسود يا فدوى؟ عشان انا هشتغل زي امي وامك، يعني كده اللي هو ايه، حاجة كده مفيش ولا اي حاجة اقل من البساطة كده. تمام، فانا دلوقتي اول حاجة ههدى عليكم كده في المكونات وايه، واللي عايز يكتبها يكتبها. اول حاجة دول كان معايا 9 بيضات، حطيت عليهم الفانيليا. كام فانيليا؟ 10 بتاع 10 اكياس من الصغير ده. تمام، عشان بحبش الفانيليا سايلة، بحسها بتدي لون غامق للحاجة معرفش. تمام، فانا ايه حطيت كده على ال9 بيضات 10 وحدات فانيليا، 10 اكياس فانيليا. والدقيق انا جايبه 3 كيلو، بس مش دول ال3 كيلو يا حبايبي. تمام، لكل كيلو دقيق كيس كيك شيف او بيكنج باودر. تمام، انا بقى ايه حطيت هنا شلت من الدقيق شويه عشان انا دلوقتي هتشوفوا هعمل ايه. بس حطيت عليهم البيكنج باودر نص كيس و2 كيك شيف. كيك شيف. تمام، عشان محدش من عيالي يشتغلني. الله المستعان. يبقى اول خطوة حطينا البيكنج باودر على الدقيق، وحطينا الفانيليا على البيض. يلا بقى نشوف بالكوباية اهو. دي سمنة بلدي يا حبايبي. تمام، انا هحط على قد السمنة البلدي اللي عندي، عشان انا عايزة البسكوتة بتاعتي كلها بسمنة بلدي، مش عايزة احط لها اي حاجة تاني. انت ليه حاطة السمنة في الكيسة كده؟ عشان بوزنها بره. تمام، بعرف ايه الحاجة اللي عندي وايه اللي انا عايزاه وكده. يبقى اول كوباية اهي ضغطاها جامد ما فيهاش اي حاجة. ودي تاني كوباية يا حبايبي. انا هحط ال3 كوبايات من السمنة و3 كوبايات من السكر. تمام، وعلى قد المقدار اللي انا هحطه ده الدقيق مثلا هاخد، يعني مش هربط نفسي الكيلو عايز كذا لا، انا هحط 3 كوبايات سمنة و3 كوبايات سكر. والحاجة بتاعتهم بقى ايه هي الحاجة بتاعتهم؟ هنشوف مع بعضينا واحدة واحدة عشان ما نتلخبطش. تمام، هنا السمنة ما كفتش، حطيت معلقة زبدة. السمنة دي انا جايباها ومسيحاها هنا في البيت يا حبايبي. كده 3 كوبايات بالظبط. تمام، ادي 3 كوبايات سكر كمان اهو. زي الفل. مش عايزة لت كتير ومش عايزة ألغي كتير عشان يبقى الفيديو هادي نفهم ايه الحاجة اللي بتتعمل. تمام، يبقى كده كل اللي انا حطيته 3 كوبايات سمنة و3 كوبايات سكر. نشوف هياخدوا معانا ايه دقيق وايه حاجات تاني، هنشوف واحدة واحدة. هاتي بقى كل حيلك. تمام، مش انا قلت لكم هعيشكم معايا ايام امهاتنا والابيض واسود. عيشوا بقى. ولا مضرب ولا عجان ولا اي حاجة، بايدينا كده. تمام، فانا فضلت بقى ايه لحد ما خليتهم شبه المرنج كده، او اسمه ايه دوت يا اختي، اسمه ايه اللي بنحطه على التورته ده، اسمه ايه؟ المهم انا نسيت. دي معلقتين زيت. ماشي، اللي في الكوبايه الصغيره المعياريه اللي انا عايلت بيها الحاجه، ربع كوبايه زيت. عشان عايزاه مقرمش وحلو كده، مش عايزه بسكوتيه كده تنزل على معدتي، عايزاها تنزل على قلبي يا حبايبي. تمام، شبه الكريم شانتيه يا حبايبي، شفتوا بتيجي معايا كده، فاصبروا عليا هتاخدوا شغل حلو. تمام،
انا بايدي بقى وحيلي كله فين في البتاع اللي في ايدي دي اللي انا بعجن فيها، في الكرونه اللي في ايدي اللي انا بعجن فيها. تمام. حطيت ال9 بيضات، وكل ما تحطي مكون اضغطي بصي لغايه ما كله يمتزج ببعضه وما يبقاش فيه اي حاجه باينه من حاجه، كله يبقى حاجه واحده. لو ما عملتيش كده البسكوتيه هتفرش منك في الفرن ومش هتبقى حلوه. اهم خطوه خطوه السكر والسمنه، لازم يبقوا كده حاجه واحده. تمام. حطيت معلقه نشادر، معلقه ونص كده نشادر على ربع كوبايه لبن. تمام. يبقى كده السمنه والسكر، السمنه 3 كوبايات والسكر 3 كوبايات، وحطيت ربع كوبايه زيت، وحطيت 9 بيضات، وحطيت ربع كوبايه لبن عليها النشادر. تمام. وعيالي حطولي اللي هي ريحه البسكوت، واللي هي ريحه البسكوت اللي هي البرتقان دي. تمام. على قد ما تاخد معايا، على قد المكونات اللي انا عاملاها ما تاخد معايا دقيق هعمل. اوعي تحطي دقيق مره واحده ولا كده هتغلطي غلطه. لو الدقيق كتر معاكي هتاكلي بسكوتيه ناشفه، استغفر الله العظيم، ما تتاكلش. اهو بصوا، واحد اللي هو ريحه البرتقان او طعم البرتقان، والتاني 2 بس اللي هي ريحه البسكوت. ماشي. ازازتين صغيرين كده. بزود الدقيق واحده بواحده، بشوف اللي انا حطيته والخلطه اللي انا عملتها دي هتاخد معايا 3 كيلو دقيق ولا هتاخد اقل، ولا قد ما تاخد. عشان انا مش عايزه ازود لكميه ال3 كيلو دقيق، عايزه اخد بس قد السمنه اللي عندي، اللي انا عايزه اكل بسكوتيه بسمنه بلدي بالظبط، مش ريحه السمنه البلدي شبه المحلات يقول لك سمنه بلدي وهي ريحه سمنه بلدي. شايفين بقى العجينه لمت في ايدي ازاي؟ شايفين سمكها؟ لمت من الطبق ومن ايدي ومن كل حاجه. والسمك ده ولا اطرى من كده ولا انشف من كده. انا برضو هختبرها في الفرن قبل ما اعمل اي حاجه، عشان لو محتاجه حاجه تاني اظبطها. تمام. لو كترت دقيق البسكوتيه هتنشف منك وهتبقى ما تتاكلش. ولو ما عملتيش الخلطه حلو وخليتيها كلها تمتزج ببعضيها حلو، هتطلع البسكوتيه فرشه منك في الفرن ومش حلوه. واهم حاجه خطوه السكر والسمنه، تضربيهم لغايه ما يبقوا معاكي كده شبه المارينج او شبه الكريم شانتيه، حاجه كده فوم كده عاليه. تمام. فدي خطوات مهمه واساسيه. فطبعا انا ما عجبنيش الكيس اللي هو الحلواني ده، فقلت بقى ايه، بما اني بعمل بطريقه امي، وبما اني ايه عايزه اعيش في الجو بتاع زمان الحلو الزمن الجميل ده، فايه المكنه بقى، المكنه والصاج بتاع الفرن. جنبنا فرن هنا يا حبايبي بيسوي الحاجات دي، فانا جبت منه الصاجات وغسلتها ودهنتها منديل كده، حطيت نقطة زيت فيه ومسحت بس كده. يلا يمنا على الفرن روحي سوي البسكوت. عملت شبه مصري، اتكلي على الله. دول اللي انا عملت لهم ايه، اللي انا اختبرتهم دول. اهي البسكوتيه طالعه ايه، بصوا هشه ومقرمشه، شايفين؟ ولا كبسه وناشفه ولا سايحه مني ولا اي حاجه، زي الفل. وطعمها وريحتها عشان سمنه بلدي اصلي. ما اقولكوش، نسيت اقول لكم ان انا حطيت ايه، معلقتين 3 كده اسمه ايه، جوز الهند. تمام. فانا كده ايه، واحده واحده اهي البسكوته معاكم ماشيه واحده واحده وبهدوء. وادي المكونات كلها، مش رابطه نفسي بكيلو ولا اي، حطيت 3 كوبايات و3 كوبايات سكر، وحطيت بقيه المكونات، وشفت هتاخد مني ايه دقيق على قد ما خدت. خلاص خدت. هم دول كده زي الفل. عملوا معاكي قد ايه دول يا فدوى؟ عملوا معايا 4 صاجات من بتاع الفرن ده، وصينيه كبيره من بتوع اللي عندي، وصينيه صغيره. تمام. فطبعا اتمنى لو الفيديو عيالي بقى واللمه والهيصه وفاهمين انتوا، يعني جو كده عالي عالي يعني. المهم بقى يا حبايبي ايه، لو عجبكم ما تنسوش اشتراك ولايك وكومنت ايجابي كده. ادعموا افكار فدوى يا جماعه. افكار فدوى بتعمل بسكوت بالسمنه البلدي، مش بريحه السمنه البلدي شبه المحلات. يقعد يقولك فين ده ابو سمنه بلدي بمبلغ والتانية مش، واروح اشوفه الاقي ريحه. فين الطعم يا جماعه؟ طيب مفيش طعم. انما كده حاجتي نضيفه وعاملاها في بيتي،
ومفرحه عيالي بيها، وايه وسمنه بلدي حاطه على قدي برضو، ما عنديش بلدي ومش عارفه ايه. انا في الكحك حطيت النص والنص. تمام. ان شاء الله باذن الله في الغريبه هشوف، ما عنديش هحط زبده بس. تمام. فانا فعلا ما عنديش، فاحتمال كبير اعملها بزبده لو ما اشتريتش تاني. فطبعا البسكوتيه طالعه معايا من المكنه زي الفل. وعشان ما نعطلش نفسنا بحاجه ولا نوقف نفسنا على حاجه يا حبايبي، انا ممكن اعمل بسكوت بالشوكه بتاعه الاكل. هتشوفوا ازاي اهو. فانا طبعا مش هوقف نفسي على حاجه، قلت لكم هعيشكم شبه امي وامك ما كانت بتعيش، شبه امهاتنا وزمانهم الحلو وطيبتهم والجو اللي ما ينفعش ننساه ده. يعني انا وانا عندي 7 سنين كنت بسمع افلام كده في بيت ابويا اللي هي الابيض واسود دي. ممكن يوم الجمعه كده لازم اقعد لي كده على اسماعيل ياسين ولا اي حاجه كده. الله المستعان، بيبقى جو حلو وحاجه يعني ايه، حاجه كده ما ينفعش تتنسي. تمام. فشوفوا كده انا عملت بقى على قد سمك البسكوته اللي انا عايزاها، وعملت رسمه من فوق بالشوكه كده، وهساوي على قد ما انا عايزه الصباع، كبير صغير طويل قصير على قد ما انا عايزه بقى. تمام. اهو شايفين بسكوت ده ولا مش بسكوت يا جماعه؟ بالشوكه، مش باي حاجه، ولا كيس حلواني ولا اي حاجه ولا اي شغل متعب. فاتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في اشتراك ولايك وكومنت ايجابي، واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم في فيديوهات احلى من كده. وطبعا اخواتي وحبايبي، واحلى حاجة حصلت لي من اليوتيوب، ربنا كرمني بيكم، كرمني باخت زي فاطمة، وكرمني باخ زي الباشمهندس محمد. فطبعا انا فخورة بالحاجة دي، حتى لو ما طلعتش من اليوتيوب باي حاجة، وحتى لو وقفت، انا معرفتي باخواتي دول تساوي عندي كتير. ربنا يعلم الكلام ده انا بقوله ازاي. وامبارح ما نسيتكوش في الدعاء، اقسم بربي ما نسيتكوا في الدعاء. وربنا ان شاء الله باذن الله يجازيكم عني كل خير بالكلمه الحلوه اللي انتوا بتقولها لي يا حبايبي، او بتشجيعكم او باحساسكم معايا ان انتوا كده. ففاطمه حبيبتي ربنا يرضيكي، عمري ما يعني حاجه كده، وجودك معايا كده انتي والباشمهندس واخواتي وكلكم على راسي ومفرحني، وربنا يكبر بخاطركم يا حبايبي. تمام. فطبعا كده انا خلصت البسكوت بتاعي اهو، وسويته في الفرن عشان انتوا شفتوا تسوية الفرن بتاعي اللي هو هنا ده، حسيته كده هيزهقني. وبعدين الفرن اللي جنبنا بيحبنا نسوي عنده بتاع، المهم عادات حلوة يعني. فبلاش ان انا ايه ابوظها، بما اني ايه بفرح عيالي، فبالمرة خدي الصاجات يا منا، هات الصاجات يا منا، وهكذا. تمام. بس انا الاضاءة بتاعتي اخر ظلم، اهي الصينيه الكبيره والصينيه الصغيره والاربع صاجات. تمام. فالثلاث كوبايات والثلاث كوبايات قطعوا معايا حبه حلوين، يعني صينيه كبيره كده مليانه. تمام يا حبايبي. بس طبعا ده مش لونه، اقسم بالله ده ما لونه يا جماعه، لونه هو الاصلي اللي في اول الفيديو. اسيبكم في رعايه الله واقول لكم